القاهرة، يا ترى ليه سموها القاهرة؟ أنا بقى هقولك. في سنة 969 ميلادية، مع دخول قائد جيش الفاطميين إلى مصر جوهر الصقلي وقضاءه على الدولة الإخشيدية في مصر، بنى مدينة جديدة سماها المنصورية، ودي نسبة إلى منصور بالله والد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. الاسم ده استمر لمدة 4 سنين لعند مجيء المعز لدين الله إلى مصر. ساعتها قرر المعز لدين الله الفاطمي انه يختار اسم جديد للمدينة وسماها القاهرة. الروايات التاريخية بتقول ان اسم القاهرة اطلق على المدينة كنوع من انواع التفاؤل، وان المدينة الجديدة هتقهر الخلافة العباسية الموجودة في بغداد المنافسة للفاطميين. في رواية تاريخية تانية بتقول ان الخليفة المعز لدين الله الفاطمي كان عنده معرفة بعلم الفلك والكواكب، ولما دخل مصر كان وقت ظهور كوكب المريخ اللي بيطلق عليه اسم الكوكب القاهر، عشان كده اتسمت المدينة باسم القاهرة. حفظ الله مصر، حفظ الله الوطن.